مرحبا بكم أعزائي المتابعين. إذا كنتم تبحثون عن الضحك والجو الخفيف ونسيان هموم اليوم فأنتم في المكان المناسب. حضروا كؤوس الشاي واجلسوا مرتاحين، لأننا اليوم سنأخذكم في جولة ممتعة مع مجموعة من النكت العربية المضحكة التي ستجعلكم تضحكون من القلب. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ويلا نبدأ الضحك. محشش طلبت المحكمة منه شيء يثبت ملكيته للبيت. جاب لهم صورته وهو يغسل الحوش. محشش سأل خويه وين ولدت؟ قال بالمستشفى. قال ليش؟ كنت مريض؟ اثنين محششين انقلبوا بالسيارة. واحد قال أظن انقلبنا. رد الثاني بدينا نوسوس. في واحد محشش كان يسوق السيارة، وقف عند نقطة تفتيش. قال له العسكري لو سمحت أوراق السيارة. قال المحشش أي حشيش اللي بتتكلم عنه؟ في 3 محششين في مزرعة، طبوا عليهم الشرطة، انخشوا في كراتين. جاء الشرطي شات الكرتون الأول، قال كاك كاك بطة. وشات الثاني قال كو 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 ديك. وشات الكرتون الثالث ما قال شيء. وشاته مرة ثانية ساكت. وشاته بكل قوته قال بطاطس بطاطس يا بشر. واحد محشش يطالع في واحد فوق عينه حبة خال، ويقول له بالله عليك هذه عين ولا غين؟ مرة محاضر تنمية بشرية بيقول للطلاب كل واحد يتخيل إنه مدير لشركة كبيرة وياخد ورقة وقلم ويكتب قراراته. فجميع الطلاب كتبوا ما عدا شخص، فسألوا ليه ما بتكتبش زي زمايلك؟ قال له مستني السكرتيرة تجيب الورقة والقلم. قال لها أنت النون والدال وبينهما كاف. فردت عليه لأنك السين والباء وبينهما باء. بخيل طالع بتاكسي، صار معهم حادث. الشوفير مات والبخيل بيصرخ أطفوا العداد. بخيل فتح محل حلويات، نزل إعلان في الجريدة مطلوب موظفين معهم سكري. سأل معلم طالب لو خيروك بين العقل والمال ماذا ستختار؟ فقال الطالب سأختار المال. قال المعلم أما أنا فسأختار العقل. فقال الطالب والله يا معلم كل واحد يختار الذي ينقصه. واحد بخيل قال لأولاده يلي بينام بدون عشاء بياخد دينار. وافقوا، فأعطاهم لكل واحد دينار حطوه تحت المخدة. سرق الدنانير بالليل، وتاني يوم قالهم يلي مضيع ديناره ما إله فطور. غبي سهران برا، اتصلت عليه مرته وقالت تعال بسرعة أولادك تعبانين وديهم على المستشفى. وهو راجع شاف لوحة إرشادية لا تسرع أبناؤك بانتظارك. قال شوف ما خلت حدا ما قلت له. مرة واحد رن على صاحبه وصاحبه في الحمام، فرد أبوه على الموبايل فقال له إيه يا ابن الكلب؟ رد أبوه لا، ابن الكلب هلأ في الحمام، معك الكلب شخصياً. وبهذا نصل إلى نهاية فقرتنا المضحكة. نتمنى أن نكون قد رسمنا الابتسامة على وجوهكم وأدخلنا الفرح إلى قلوبكم. شكراً جزيلاً لكل من تابعنا حتى النهاية وشاركنا لحظات الضحك الجميلة.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به ومشاركته مع الأصدقاء والعائلة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلقاكم قريبا في فيديو جديد مليء بالضحك والمرح. دمتم بخير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.